الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لسه ماشيين في الآية اللي بتقول ذوقا صالحا علمني، وهنتكلم على الوصايا اللي جت في الكتاب المقدس وتعلمنا كلنا ازاي نكون ذوق كناس مسيحيين شبه أبوهم السماوي. أول وصية اسمها وصية المتكئ الأخير. الإنسان الذوق يقدم كل الناس ويسيب لهم دايما المتكئ الأول، وبمنتهى الاتضاع يدور على المتكئ الأخير. فدي أول وصية قالها المسيح بتعلمنا الذوق. أوقات كده الواحد يطلب راحته ويطلب متعته حتى لو على حساب الآخرين، ويطلب دايما المكانة الأولى. دي فيها ذات، فيها كبرياء، فيها أنانية. لكن الإنسان المسيحي هيلتزم بوصية المتكئ الأخير ويقدم الآخرين في المكانة ويقدم الآخرين في الكرامة. نمرة 2، تاني وصية بتعلمني الذوق لما المسيح قال أن الراعي يبذل نفسه عن الخراف والخادم بيبذل نفسه عن المخدومين. يعني بصراحة كده، راحتي أنا ولا راحة أولادي؟ لو أنا فعلا إنسان عاوز أتعلم الذوق لازم أقدم راحة الناس على راحتي أنا، طبعا في حدود طاقتي علشان مرجعش بعد كده أتكسر أو أشتكي. لكن أنا بقدر الإمكان فعلا بحاول أتعب من أجل راحة الآخرين. يا سلام على الناس اللي فعلا بتبذل من نفسها من أجل راحة الآخرين، دي أكتر ناس محبوبة. افتكروا كده الأم تريزا وخدمتها قد إيه فعلا، يعني صورة حلوة قوي للإنسان المسيحي الباذل. حاجة مهمة كمان هنتكلم عنها النهاردة في الذوق، حاجة اسمها العين الخفيضة. يعني ايه العين الخفيضة؟ إنسان متعفف، عينه كده مكسورة شوية، يعني مش عينه بتبص على كل حاجة. الناس بتتعب قوي من واحد يخش يقول الله حلوة قوي دي بكام، الله حلوة دي قوي بكام، الله حلوة دي قوي بكام. ده حتى في البروتوكول في حكاية العين الخفيضة يقولوا ان الرجل اذا تكلم مع امرأة المفروض ما يبصش الا لعينيها وبس، لكن عمر ما عينيه تنزل لأي حاجة تاني، لأن ساعتها المرأة تشعر بأن هناك من خدش حيائها. علشان كده هو احنا بنتعلم العين الخفيضة. يقولك فلان ده ذوق قوي، عينه دايما مليانة وعينه ما بتبصش لأي حاجة، وده نوع برضو من أنواع الذوق. ولا زال الحديث بقية. اتكلمنا عن المتكئ الأخير، واتكلمنا على راحة أولادي مش راحتي، واتكلمنا على العين الخفيضة، ونكمل